والله للحين مش مقنع ابدا ابدا، ونفوز للحين بدعاء الوالدين، نقول الحمد لله على كل حال. نتامل يتحسن الاداء بطابع هجومي ان شاء الله المباراه الجايه. ما في الاداء سيء، المدرب يلعب لك 3 محاور دفاعيين، ما ينفع انت تلعب منتخبات ضعيفه. هاجم شوي، حاول. بعدنا ياسين نسخن، شفت الديزل يحرق يحرق يحرق، نحن ديزل بس عقب نستوي بترول مره. وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بنسوي شيء في البطوله، بنوصل النهائي باذن واحد احد، لنا كلمه في هالبطوله. منتخبنا مع المدرب هذا مش مرعب، منتخبنا هذا ما بيوصل دور 16. وتذكروا معايا مع المدرب هذا دفاعي 3 ارتكاز. من متى يلعب منتخب الامارات دفاعي؟ ما يلعب منتخبنا دفاعي. الله يعيننا. انا سعودي وجاي عشان الابيض، والف مبروك يستاهلون. الاداء اليوم كيف؟ الاداء مقبول، بس يعني نطمح للافضل. ان شاء الله يكون المستوى تصاعدي والرتم يزيد مع المباراة الجاية، بس مثل ما قلت اهم شيء 3 نقاط، اضمن التأهل ويتحسن المستوى بالادوار القادمة. انا صوتي راح والله. صياح متحمسين. والله فرحانين. واداهم زين، بس الاهداف غطت على عيوبهم والحمد لله. انا وايد فرحان وما اعبر، عرفت؟ خلاص لما اكون فرحان ينتهي التعبير عندي. ليش؟ لانه فرح فقط بس وخلاص، والحمد لله على كل حال. الهنود كلهم كانوا متوقعين انه حيفوزوا، داخلين فازوا قبل كده 4-0، فقالوا الامارات فريق سهل ناكله بسرعه، لكن الحمد لله انا قبل لا ادخل داعي لهم وحاطط يعني عهد على نفسي اني اصلي 4 سجدات شكر لو فاز منتخب الامارات. انا لا اشوف ان المدرب اسلوبه ما يناسب المنتخب. بس خلفان مبخوت هم اللي خلصوا المباراه، لولا يعني التوفيق من الله سبحانه وتعالى، لولا خالد عيسى. باي باي. اول شيء ابارك شعب الامارات، وان شاء الله ان شاء الله متاهلين، والاول ان شاء الله، يا الاول ولا الثاني، بس لا يا رب الاول ان شاء الله. والله الاداء بعد ان شاء الله في الافضل عندهم، في الافضل ان شاء الله، ونتمنى منهم افضل من كذي. اليوم استانسنا الصراحه على اللعب والاداء، بس عندهم احسن من كذي، وان شاء الله ان شاء الله صاعدين ان شاء الله الاول. اهم شيء طفنا المنتخب الهندي. الاداء انا اعرف كان زيرو، بس لان الهنود ما يعرفون يلعبون كوره، فيربك انت كلاعب ترتبك. هندي ما يعرف يلعب كوره، عرفت؟ هو في باله الكركت. الحمد لله طفنا الهنود، وان شاء الله فالنا الكاس، وان شاء الله الجمهور يزيد، لان اليوم الهنود صراحه طغوا على الملعب، بس الحمد لله على كل حال. دافع ضد الهند، شو بتسوي ضد كوريا واليابان كوريا واليابان واستراليا، وعندك ايران، وعندك المنتخب السعودي، شو بتسوي ضدهم؟ تلعب 3. نحن اليوم طالعين النتيجه زينه ما اقول لا، لكن المستوى نحن نتريى بعد افضل صراحه. يمكن اسلوب الدفاع اللي يلعبه المدرب ما للحين مو راضي عليه نحن. يعني اليوم يدخل محمد احمد، المفروض ان احنا نهاجم، ليش لا؟ الفريق الهندي صراحه ما يعني اولموست كان مسلم المباراه في الشوط الثاني، فليش دخل محمد احمد يدافع اكثر؟ في لاعب بس اللي نحن متضايقين منه، اللي هو علي مفخوذ. ما قدم شيء، ما قدم ولا شيء. الكوره تيله يطلعها برا، في الكورنر ما يجيبها، ما يسوي شيء. الحمد لله توفقنا اليوم، والله الشباب ما قصروا، صح كان شوي احباط شويه، لكن الحمد لله في النهايه الله وفقنا، والحمد لله فزنا هدفين والحمد لله. اليوم ما شاء الله عليه كان لعبه، يعني اول شوط كان لعبه يعني شوي نرفزنا، ولكن الشوط الثاني حسينا فيه تحسن بعد ما دخل اسماعيل على اخر دقائق، بس كنت اتمنى انه يدخل اول الشوط. وهذا المفروض عدى في المدافع ولعوزه سجلها.